يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايه لكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما ندخل بقى الفيديو بتاعنا، الاول مره بقى بيشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش طبعا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. وقبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى معايا روتين جديد وروتين خفيف كده على قلبكم، مش هاخد من وقتكم غير ربع ساعه بس. امبارح كنت عامله لكم، لا اول امبارح كنت عامله لكم روتين خفيف كده، روتين ال10 دقايق. بس النهارده بقى الروتين يعني طلع مني شويه، فمعلش بقى استحملوني. الروتين النهارده ربع ساعه بس برضو مش كتير. النهارده طبعا بقى الخميس وده روتين الخميس. روتين النهارده لسه يعني مصوره الفيديو ده النهارده، فقلت بقى اظبطه كده وانزله لكم النهارده عشان ما اتاخرش عليكم، علشان امبارح برضو ما نزلتش فيديوهات. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين، زي اي ست بيت مصريه، وزي يعني كالعاده ان اول ما بدخل مطبخ عيني دايما على البوتاجاز. انا المفروض كنت عايزه اطبخ، عايزه اعمل اكل، بس كان البوتاجاز متبهدل. فقلت بقى اغسله الاول وبعدين ابدا ان انا اعمل الاكل بتاعي، او ابدا ان انا اعمل الغدا بتاعي عشان يبقى كده على نظافه. غسلته كده على السريع، هلمعه بقى وانشفه كده واظبطه وارجع كل حاجه مكانها، وابدا ان انا اعمل الغدا بتاعي. النهارده بقى انا هعمل الغدا بتاعي فراخ. طبعا الفراخ ما بتاخدش وقت عموما وبتستوي في ثواني، فانا قلت بقى عشان كده قلت اظبط الدنيا كده الاول، وبعدين انا بقى مع نفسي عبال ما اروق بقى باقي المطبخ هيكون الفراخ استوت. خلصت كده البوتاجاز، رجعت كل حاجه زي ما كانت تاني. انا بحب المع دايما البوتاجاز بتاعي بالخل علشان تبقى اللمعه بتاعته حلوه كده زي ما انتم شايفين. طبعا بتبقى حلة على النار. الفراخ طبعا مغسولة ومنقوعة بالخل والليمون والملح والدقيق وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا دي، علشان طبعا الريحة بتاعتها تبقى حلوة. آه، كانت منقوعة طبعا. صفيتها كده وشطفتها وحطيتها بقى في الحلة كده شوية زيت طبعا الأول، وحطيت بقى كل التوابل اللي عندي، بهارات فراخ، وحطيت فلفل اسود، وحطيت 7 بهارات، وحطيت طبعا البهارات صحيحة، حبهان ومستكة وقرنفل وكوباية صيني، بس ما كانش عندي ورق لورا فما حطيتش. وحطيت بصلايه بقى وطماطمايه، واديت لها كده تشويحه، وحطيت لها بقى شويه ميه وسبتها بقى مع نفسها. ورحت بقى عندي شويه مواعين كتار كده. فقلت بقى عبال ما الفراخ تستوي هكون انا خلصت المواعين. وانا بعمل مواعين كده برضو عملت رز، بس انا عملت بقى رز ابيض، فطبعا رز ابيض مش محتاج يعني ان انا اصوره، ميه وملح ورز يعني. فانا عملته برضو وانا قبل ما ابدا في المواعين، علشان يبقى كل حاجه بتستوي جنبي كده ما اعطلش نفسي. المواعين بقى شوية ازايز على شوية كوبايات على شوية اطباق على شوية حلل، يعني من كله كده يعني. شوية مواعين حلوين حلوين يعني. طبعا وانا بغسل بحط كل حاجة مكانها، الكوبايات بحطها مكانها عشان تتصفى، المعالق مكانها، كل حاجة مكانها. مفيش بقى غير الحلل والحاجات اللي هي بتدخل جوه المطبخ، دي اللي بسيبها بقى تتصفى شوية، وبعد كده ابقى ادخلها في الاماكن بتاعتها، علشان طبعا ما تعملش حشرات وما تربوش صراصير او الكلام من ده. طبعا فقرة البوتاجاز وفقرة المواعين دول أساسيين معانا في كل فيديو، يعني أساسيين مع كل الناس أصلا. عشان دي حاجات لازم بتتعمل كل يوم. يعني يا رب المواعين تموت والله. كل المواعين دي أساسية، حاجة من أساسيات الحياة، يعني لازم مواعين، مفيش يوم يعدي من غير مواعين. ده لو كمان يمكن تكون أصلا أكتر من مرة في اليوم، يعني 3 4 مرات أو 5 كمان على حسب يعني. مبتبقاش مرة واحدة كده وخلاص. أنا كنت سبت البوتاجاز، كنت سبت المواعين ورحت اشوف الفراخ. كانت بتغلي ولقيت الشوربه كده بتوقع على البوتاجاز، فرحت بقى هديت شويه وكشفت الغطا عشان ما توقعش وتبهدلي الدنيا تاني. عايزه اقول لكم بقى الجو حر بطريقه غبيه والله، يعني الجو حر. انا عايزه يعني اصلا كنا بعد العصر وكانت الدنيا حر نار يعني. مش عارفه ايه ده يعني يعني الجو اصلا مش راضي يلطف كده خالص. كل يوم بقول هتبقى الدنيا تمام، ما بتبقاش تمام خالص، مش عارفه ليه. الجو حر حر يعني. طبعا المواعين دي بتاعت غدا وبتاعت فطار وبتاعت حاجات كتير كده، عشان يعني احنا مش بناكل مرة واحدة. يعني مثلا ماما وبابا مثلا فطروا مرة لوحدهم،
فهي بس انسبت المواعين عشان عارفه ان انا لسه لما اصحى هعمل فطار للولاد، فابقى اغسل كله مع بعض. يعني مش استعملنا كل الحاجات دي في وقت واحد، قصدي اقول لكم يعني استعملناها على كذا مره. بس انا لميتهم كده كلهم مع بعض، قلت عشان لما ادخل بقى المطبخ ادخل بقى مره واحده يعني هخلص كله مره واحده، بدل ما كل شويه اغسل طبقين او معلقتين او كده. لا، لميتهم كلهم مره واحده كده وقلت اغسلهم كلهم على بعض احسن. بعد بقى ما خلصت المواعين، طبعا كان الاكل شغال على النار، وبعد ما خلصت المواعين قلت بقى اعمل صينيه كيكه. زي ما انتوا شايفين كده جهزت بقى المقادير بتاعتي، وقلت بقى عبال ما اكون خلصت باقي يومي تكون الكيكه بتاعتي استوت. واصلا دلوقتي في الوقت ده كان الاكل استوى بقى، يعني كنت طفيتها كمان على البوتاجاز. وقلت بقى اعمل كيكه كده على السريع. طبعا الكيكه ما تاخدش اي وقت خالص عشان كل حاجه في الخلاط في ثانيه. جهزت بقى المقادير بتاعتي، معايا كيلو الا ربع من الدقيق، ومعايا 3 كوبايات سكر، كوبايات المج الكبيره، ومعايا كيسين بيكنج باودر، ومعايا 2 فانيليا، ومعايا كيس عصير برتقال مجفف عشان طبعا يخلي لون الكيك بتاعي حلو. وكوبايه ونص من الزيت، وبس كده. هي دي المكونات اللي معايا. حطيت كل حاجه كده في الخلاط، البيض على الفانيليا على السكر على الزيت، كل الحاجات دي في الخلاط. وحطيت بقى المكونات الجافه، حطيت ذره ملح وحطيت كيسين بيكنج باودر على دي، وقلبتهم كده مع بعض علشان دي المكونات الجافه كده. ركنتها كده على جنب عشان ما انساش حاجه. طبعا البيض كنت حاطه عليه برضو شويه خل علشان ريحه الزفاره، انا حاطه 4 بيضات. وبس كده، يعني مفيش اسهل من كده. نضرب كله في الخلاط وننزل على الدقيق ونقلب طبعا، عشان نقلب كويس عشان الخليط بتاعنا ما يبقاش فيه كلاكيع ولا اي حاجه. وفي ثواني كده الكيك بتاعي جاهز. في الوقت ده بعد ما ضربت كل حاجه في الخلاط وبدات ان انا اقلب كده في الكيك بتاعي واجهزه، كنت شغلت الفرن علشان يسخن علشان يبقى جاهز معايا. مجرد ان انا افضها في الصينيه وادخلها الفرن على طول. ما ينفعش ندخلها طبعا على فرن بارد علشان هتلزق ومش هتنفش كده معانا وهتبقى مكتومه. هقلب كويس عشان ما يبقاش فيها اي كلاكيع ولا اي حاجه. وطبعا لازم نقلب في اتجاه واحد. وكده قوام الكيك بتاعي جاهز زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى اللون جميل ازاي. وقسمت بقى الكيك بتاعي كده على 2، وحطيت بقى على الجزء التاني كده كاكاو خام علشان عايزه اعملها كيكه التايجر. زي ما انتوا شايفين كده هيكون فيها بني ويكون فيها اللون الكيكي العادي. فانا بفضي بقى شويه من ده وشويه من ده. طبعا برضو لما فضيت الكاكاو قلبت كويس جدا عشان الكاكاو ما يبقاش مكلكع معايا وتبقى عامله فراغات كده، ويبقى شكل الكيك بتاعي مش حلو في الاخر. بفضي بقى شويه من الكيك الاصفر وشويه من الكيك البني كده زي ما انتوا شايفين لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. وطبعا الفرن شغال زي ما احنا متفقين. انا كنت لاخر لحظه عايزه اعملها بقى كيكه الورده اللي انا اعملها بقى بالخله كده واعمل فيها رسومات وبالخله كده بتاعه الشيش طاووق كده واعملها يعني اظبطها حتى زي ما انتوا شايفين كده. بس ترددت كده في اخر لحظه، قلت انا عملت كيكه الورده دي كتير، فخليها كده تبقى كيكه التايجر اللي هي تبقى فيها يعني ايه رسمه بسيطه كده، ما تبقاش يعني يبقى فيها اللون البني ده بسيط زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. حطيتها كده بقى في الفرن، وجيت طبعا على الرخامة التانية لقيت عليها بقى ملح واقع وسكر واقع وقهوة واقع فقلت بقى امسحها طبعا عشان ما تلمش دبان ولا نمل ولا اي حاجة. فوطة طبعا مبلولة علشان تلملي كل بواقي السكر والملح والحاجات اللي واقعة. ولمعت تاني كده زي ما انتوا شايفين علشان ابقى متأكدة ان هي نطفت تماما. جيت هنا بقى على السلم بتاع البيت. هو السلم عموما نضيف، يعني احنا كنا ماسحينه من قريب بس هو عايز تلميعة بس. فانا جبت بقى شويه ميه كده بديتول، يعني شفشق ميه بس، وايه رشته كده على السلم كله. وبالمقشه كده هدي دعكه كده علشان لو في بقع او في حاجه لازقه في الارضيه تطلع معايا. وبعدين هرجع انشف بقى بالمساحه اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. انا هنا كنت عملت بالمقشه السلم كله، وهنا كنت بعمل بقى بدات ان انا انشف كده بالمساحه. بس طبعا هي رخمه كل شويه بتتفك، بس بالنسبة لي هي سهلة بتريحني علشان بتدخل كده في كل الأماكن، وبعمل كده على الواقف وسريعة يعني. مشكلتها بس ان هي لما بتتفك بتبقى رخمة.
انا مجرد بديله بقى تلميع. احنا كنا في الوقت ده عموما كنا المغرب، يعني كنت اصلا ايضا النور، وكنا خلاص كده المغرب، والسلم بقى ما عادش حد هيطلع ولا عاد حد هينزل. فهيفضل بقى نضيف طبعا كده عشان بكره الجمعه، وهيفضل بقى طبعا كده نضيف. ما مسحته في اخر اليوم يعني عشان كده. لكن لو كنت مسحته بقى في اول يوم كل شويه بقى نازلين طالعين، بيبقع كده ويلطش وبقى مش حلو. فكيت بقى القطعه اللي هي بتتفك دي، شطفتها، وبدأت بقى ان انا امسح تاني زي ما انتوا شايفين كده، وعصرت المية اللي فيها علشان طبعا احنا عارفين هي بتشرب مية، فانا عصرت المية اللي فيها عشان ارجع انشف تاني وابقى متأكدة ان السلم نشف تماما، عشان برضه لو حد مشي من عليه ما يبقاش ملطش كده ومبقع ويبقى كأنه ما اتمسحش. شايفين بقى البتاع كل شويه بتتفك ازاي، يعني رخمه رخمه يعني. هي مصممه يعني، أنا كل ما اعملها بتروح تتفك تاني. بس احسن حاجه فيها بقى ان هي بتخش في كل الاماكن، حتى الاماكن الضيقه وتحت السراير وتحت الكراسي وكل الكلام ده. وكمان بتشرب الميه، يعني دي حاجه حلوه فيها. كده انا باخد السلم بقى كله لحد ما انزل على تحت خالص كده زي ما انتوا شايفين. ما حطيتش في الميه غير شويه ديتول وشويه معطر وبس كده. انا عايزه بس تلميعه، انا مش بمسح يعني واكب ميه كتير بقى والكلام ده، عشان احنا كنا اصلا بالليل. خلصت السلالم وجيت بقى دلوقتي على المدخل بتاع البيت اللي هو عند البوابه، برضو بدي اللمعه بقى الحلوه دي علشان هو كمان يبقى نضيف. وبرضو السلم اللي قدام البوابه برضو نفس الكلام، مسحته برضو ولمعته عشان يبقى كل حاجه نضيفه. اصلا ريحه السلم دلوقتي اللي يدخل الريحه اصلا تحفه يعني. ريحه المعطر طبعا، وعشان ما حد يعني البوابه مقفوله من ساعتها ما حدش طلع ولا حد دخل، الريحه لسه موجوده. هنا بقى كانت الكيك بتاعتي بصيت عليها كانت لسه محتاجه ان هي تحمر شويه من على الوش، فعليت عليها بقى الفرن، لكن هي كانت استوت. عليت على بقى الفرن من فوق الشوايه عشان تتحمر شويه من على الوش، وقلت بقى ايه احمر بقى الفراخ في الفرن بما ان كده كده مولعه الفرن، بدل بقى ما احمر على النار او كده، لا احمرها بقى في الفرن. وكده كده الفرن شغال وسخن مش هتاخد وقت يعني في ثواني. ما كانش بقى عندي صلصة، فجبت بقى معلقة بابريكا وحطيت شوية ملح وفلفل اسود وشوية زيت وقلبتهم في بعض، وبدأت بقى ان انا ادي الفراخ بتاعتي لون علشان لما تتحمر وتطلع تبقى واخدة لون حلو. طلعت الكيك بقى بتاعتي تبرد زي ما انتوا شايفين كده، هي منتفخة لسه وانا بدوس عليها بالراحة خايفة ان هي تهبط. وشايفين بقى لونها تحفة جدا، يعني لون ذهبي وحلو، وهتشوفوها دلوقتي بقى لما نقطعها يبقى شكلها عامل ازاي. هنا بقى سبتها تبرد، ما جيتش ناحيتها خالص. والفراخ دلوقتي طلعت بقى من الفرن بعد ما حمرتها، طبعا الفرن كان سخن فما خدتش 5 دقايق بالظبط، وخدت بقى اللون الذهبي التحفة ده زي ما انتوا شايفين. طبعا الروتين كده روتين سريع وخفيف وفي ثواني. هنا بقى كان صينية الكيك بتاعتي بردت، وبدأت بقى ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الطبقات بتاعتها عاملة ازاي، وشايفين بقى التايجر بقى فيها عامل ازاي. شايفين يعني فيها خطوط كده بسيطة خالص من الكيك البني، وتحت بقى عاملة طبقة تانية كأن عاملة كيكة طبقتين، يعني طبقة من تحت طبقة الكاكاو، ومن فوق الكيك بقى العادي بتاعه. شايفين بقى شكلها يعني اكن بالظبط عاملاهم كيكتين مع بعض مش كيكة واحدة. وهشة طبعا وطرية جدا وطبعا منتفخة وزي ما انتوا شايفين كده. يعني بصوا ما فيهاش غلطة، التسوية بتاعتها ممتازة جدا وهشة وعاملة زي القطن، يعني شوفي بدوس عليها بترجع تاني. هقطع بقى باقي الصينية، بس انا لما لقيتها بقى سخنة وخفت ان هي تتهري، لقيتها لسه يعني لما بدأت ان انا اقطعها حسيت ان هي ما بردتش يعني احسن حاجة، فسبتها بقى. قلت ايه قطعت منها الحتتين دول بس عشان التصوير، وقلت بقى اسيبها بقى تبرد هي مع نفسها وابقى اكملها تقطيع بعدين. اكملها تقطيع بعدين. وده شكل الكيكة بتاعتي بعد ما اتقطعت القطعتين اللي انا قطعتهم معاكم في الاول. شايفين بقى لونها عامل ازاي وجمالها وطعمها كمان تحفة. والله العظيم طعمها حكاية. احسن حاجة كمان ان هي هشة قوي وناعمة عاملة زي النايتي بالظبط. هنا بقطع كده حتة بالشوكة علشان تشوفوها من جوه، وازاي يعني ازاي قد ايه كده قلبها
مفتح خالص كده من جوه وهشه جدا، يعني عامله زي النايتي والله. مش بجامل نفسي طبعا يعني. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو بقى بتاع النهارده، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكون الكيكه بتاعتي عجبتكم. جربوها بنفس الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم بخير ومع السلامه.